السلام عليكم حبيبات القلب، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كامل مهنيين. اليوم تلاقيت بكم بهاد الوصفه تاع طاجين الزيتون اللي راح يجي بزاف بنين. هاد المره حبيباتي درناه بمرقه حمراء صوصوج، والمره الجايه ان شاء الله نديروه بمرقه بيضاء هكذا، لكن حتى هاديه تجي بزاف بزاف بنينه يا البنات. الوغ درتها لكم بكميه قليله، يعني راح نعطيكم حتى كميه الماء بالكاس. يعني هاد الوصفات راني نوجه فيها للمبتدئات، قلت لكم واللي اول مره يدخلوا للكوزينه ويحبوا يتعلموا، قولوا بسم الله وعلى بركه الله. اكيد خلونا جام، خلونا كومنتار حلو كيما نتوما، وروحوا نشوفوا طريقه التحضير والمقادير مع بعض. اول حاجه نحطوا الكوكوطه تاعنا، نديروا فيها ملعقه ولا ملعقتين تاع زيت مع ملعقه تاع السمن، ونخلوهم يذوبوا شويه هكذا حبيباتي. من بعد نحط قطع الدجاج التوعي، انا كنت درت هكذا الفخاد كيما راكم تشوفوا. من بعد جبت هنا حبه تاع بصل تكون متوسطه مع نص راس تاع الثوم، نص راس تاع الثوم ولا راس صغير ترحوه ولا تسكرفجوه كامل هكذا حبيباتي. هنا نص ملعقه كيما راكم تشوفوا تاع طوماطيش، خيروا نوعيه تكون مليحه هكذا، ما تكونش قارصه بزاف يا البنات باش تجيكم الماكله بنينه. قلت لكم سر الطياب تاعكم بلا جombo هو في التقليه، يعني اللي راهي حابه تنحي جombo ولا ماهيش حابه ديرو نهائيا، نقول لك التقليه تاعك هي اللي راح تخلي ماكلتك تخرج بزاف بنينه وتخرج كي العسل. السر كامل في الماكله تقليه والتمرق، التمرق حتى هو يلعب الدور. لو كان اللي ما تعرفش تبدا تلوح غير في الماء، اكيد الماكله راح تجي صامته وتقول لك يديها صامتين وماكلتي صامته وما عرفتش كيفاش. هو كامل السر في الماء والسر في التقليه. راح نديروا شوفوا التوابل، عندنا فلفل كحل، فلفل عكري، وعندنا شويه من قزبر مرحي هكذا خياتي، وريقه تاع رند. الرند مهم جدا يعني في الطاجين زيتون تاعنا. واذا نتوما مالفين نديروا توابل اخرى لكم ذلك، يعني احنا نحترموا كامل الطيابات تاع بعضنا، كل وحده كيفاش طيب، المهم البنه في الاخير اللي كامل نتفقوا عليها هكذا حبيباتي. قلت لكم فلفل عكري حلو، فلفل كحل يلعب بالدور في الماكله نتاعكم، شويه قزبر هكذا حبيباتي. كاين اللي يحطوا راس الحانوت، انا ما حطيتوش. وكاين اللي يدير حتى شويه تاع كركم، هذيك سيرتو في كي تكون مرقه بيضه نحبوا تكون لاصوص تاعها شابه، نديروا لها شويه كركم. هنا راح ندير مرقه حمراء، يعني استغنيت على هذا التابل هكذا حبيباتي. ونخلي الدجاج تاعي يتقلى على نار هاديه هكذا باش ما يتحرقوا لي زيبيس، ما يتحرق لي البصل والثوم، والدجاج تاعي يعني يدخل له هذاك الطياب. من بعد في هذه الآونة وهو يتقلى نروح نقطع كمية من الجزر، حوالي 4 حبات إلى 5، يكونوا شوية متوسطين ولا يكونوا شوية صغار هكذا حبيباتي. قطعوهم دوائر هكذا بهذه الطريقة حتى هما يتقلاو. نملح، ندير الملح تاعي حوالي نصف ملعقة هكذا غالياتي. ومن بعد يعني نجي نمرق، درت هنايا 3 كيسان. هنا التمرق البنات تجيبوا الكاس ولا الطاس، فرغوا يعني على طرف القدره نتاعكم، ما تفرغوش في نص الماكله نتاعكم هكذا حبيباتي. وبعد نخلوها طيب مده 15 دقيقه. هنا الزيتون تاعي بعد ما غلا في ماء 3 ولا حتى 4 خطرات لانه مالح بزاف، ودرت له عصره تاع قارص، تحبوا ديروا مغرفه تاع سكر، المهم يغلي 2 3 فوا. وتوما تصفيو في الماء وتبدلوا له في الماء حتى تتخلصوا من الملوحيه اللي فيه، خيروا نوعيه جيده. هنا بعد ما طاب لي الدجاج وطابت لي زروديه بعد مرور 15 دقيقه، المرقه نتاعي كانت سوا يعني قد الوغ حطيت لها الزيتون يغلي غليه وحده ونطفي. هذا هو السر تاع الطاجين زيتون تاعنا باش ما يجيناش مالح هكذا حبيباتي. قلت لكم يغلي غليه واحده وفقط وطفيو عليه هكذا. بعد تحطوه اكيد في صحن التقديم، وكل وحده كيفاش تقدم طاجين الزيتون تاعها. كاين اللي يديروه مع رولي، كاين اللي يديروا معاه ليبولات تاع لا فيونداشي، كل وحده واش تحب. انا جبته بطريقه بسيطه تقليديه، وان شاء الله الايام الجايه علاش لا نديره لكم اللحم ودجاج ولا نديرو بطريقه عصريه. المهم نتوما تدعموا القناه، وانا ان شاء الله كل ما نصيب الدعم من عندكم راح ندير لكم عده وصفات ان شاء الله تحضروها في رمضان بنينه وبلا جombo هكذا حبيباتي. والدجاج خرج طايب على زبده. شوفوا نعطيكم نصيحه للمبتدئات، كي طيبوا حاجه بالدجاج يعني الوقت المثالي تاع الطياب باش ما يطيحش الدجاج معاكم هو 15 دقيقه، ما تزيدوش عليه. في الكوكوطه يعني في طنجره الضغط راح يكون واجد.